السلام عليكم ورحمة الله. تصريح خطير من البطلة الجزائرية إيمان خليف بعد فوزها على البطلة الصينية يبكي الملايين. شاهد ماذا قالت. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محب وداعم للبطلة الجزائرية إيمان خليف فيرجى الإعجاب بالفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد فوز البطلة الجزائرية إيمان خليف باكتساحها بطلة الصين 5-0 وفوزها بالميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ إفريقيا والعرب أن تفوز امرأة بميدالية ذهبية في الأولمبياد في الملاكمة، فقد صرحت البطلة الجزائرية اليوم تصريح يبكي الملايين لقناة فرانس تيفي الفرنسية، وقالت: أنا سعيدة جدا أنني فزت بالميدالية الذهبية بكل جدارة واستحقاق ورفع اسم بلد الجزائر عاليا، فأنا كان كل حلم حياتي أن أتوج بالميدالية الذهبية لغرض واحد فقط، لأنني تعرضت لأبشع أنواع الظلم من جانب بعض رؤساء العالم كإيطاليا والأرجنتين وأمريكا وفرنسا وغيرهم من وسائل الإعلام الغربية. ولكن ما أحزنني جدا عندما رأيت البطلة الصينية التي فزت عليها تحتضن طفلها الصغير ويبدو عليها التعب الشديد وتبكي هي والطفل. هذا المنظر لفت انتباهي، وعندما سألت أحد الواقفين عن سبب بكائها قال لي: هذا الطفل ابن البطلة الصينية ويعاني من مرض السرطان. فتقول البطلة الجزائرية: أنا صعقت عندما سمعت هذا الخبر، وذهبت إلى غرفتي مسرعة وجلست على السرير ومكثت أفكر كيف أساعد هذه المسكينة هي وابنها. فتقول البطلة الجزائرية: كانت حجرة البطلة الصينية بجوار غرفتي وابنها كان يبكي بشدة، فذهبت وفتحت باب غرفتي وطرقت على باب غرفة المرأة الصينية، ففتحت لي الباب ونظرت لي في تعجب شديد والدموع تغمر عينيها، فقالت لي: ماذا تريد مني؟ فقلت لها: أنا جئت إليك كي أطمئن عليك أنت ونجلك، لأنني سمعت صغيرك يبكي بكاء شديدا. فقالت لها البطلة الصينية: أقول لك بكل صراحة، أنا كان كل حلم حياتي أن أفوز بالميدالية الذهبية بغرض واحد فقط، وهو علاج ابني من مرض السرطان، واشتد به المرض في الآونة الأخيرة، وكنت أصطحبه خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فعندما انهزمت أمامك بكيت بكاء شديدا، وكنت أنظر لابني الذي كان يبكي هو الآخر، وأنا الآن في صدمة عندما رأيتك تتركين احتفالاتك في غرفتك وتأتين إلي كي تطمئني علينا، فهذا غريب وأصابني بالصدمة والذهول. فتقول البطلة الجزائرية: أنا ذاهبة إلى غرفتي بعض الوقت وسأرجع إليك مرة ثانية. تقول إيمان: أحضرت 5000 دولار من شنطتي وذهبت مسرعة للبطلة الصينية، وعندما حاولت أن أعطيها الفلوس رفضت البطلة الصينية عدة مرات، وعندما تحايلت عليها أكثر من مرة أخذت الفلوس وهي تبكي بكاء شديدا، وأنا بكيت أيضا، وقلت لها: أنا أعلم أن المبلغ لا يكفي علاج ابنك، ولكن عندما أعود للجزائر إن شاء الله سوف أجمع لك باقي المبلغ المتبقي. فقالت لي البطلة الصينية: ما هي ديانتك يا إيمان؟ فقلت لها: الإسلام، فأنا جزائرية مسلمة. فقالت لي وهي سعيدة: أعجبني جدا الدين الإسلامي، وهذا سيجعلني أفكر كثيرا في اعتناق الدين الإسلامي بسبب ما فعلتيه لي ولنجلي. فشكرا لابنة الجزائر إيمان خليف التي رفعت رأس الجزائر والعرب عاليا في العالم كله. وفي النهاية، إذا كنت فخور بابنة الجزائر إيمان خليف فيرجى الإعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.